كتير بنسمع شريك حياتي بيرضاش يتكلم معايا، او شريك حياتي ما بيحبش ان انا اعاتبه او ان احنا نتكلم اصلا في اي حاجة، وفي الاخر بتقلب بعتاب وخناق. اغلب البيوت المصرية ما عندهاش مهارة التواصل، ومحتاجين ان احنا نتعلم المهارة دي. طبعا احنا كشخصيات لما بنيجي نتعامل مع الناس عندنا حاجتين. اول حاجة انا بتعامل كمتلقي اوقات كتيرة، وكتير بتعامل كمحاور. بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي مشكلة فبروح ان انا اقولها لشريك حياتي، وشريك حياتي لو عنده مشكلة فان هو بيجي يقولها لي. بس هنا المشكلة ان احنا مش عارفين ازاي نتواصل وازاي نتكلم مع بعض او ان احنا نتحاور. فتعالوا نتكلم. عندنا الجزئيتين، الجزئية الاولانية اللي هي انا كمتلقي، والجزئية التانية انا كمحاور. لو شريك حياتي دلوقتي عنده مشكلة او متخانق معايا او متضايق او زهقان او حصل اي حاجة، وانا دلوقتي المفروض ان انا اتكلم معاه، هو دلوقتي جاي يعاتب او ان انا رحت له ايا كان، المهم ان هو هيقول اللي عنده دلوقتي. انا المفروض كمتلقي في حاجات لازم اسمعها او ان انا لازم اخد بالي. اول نقطة اهم حاجة ويبقى عندي مهارة اسمها الاستماع. احنا ما عندناش المهارة دي. احنا عندنا للأسف لما بنيجي نسمع اللي قدامنا بنسمع علشان نرد، بنسمع علشان ندافع عن نفسنا. ما عندناش، احنا بنسمع علشان الطرف التاني عنده احتياج، الطرف التاني متضايق فعلا. محدش بيتضايق من حاجة الا لما يكون فعلا ضايقته. هو مش بيبقى جاي يتخانق معايا علشان ينكد عليا وبس، لا هو بيتضايق من حاجة. فلازم ابقى عندي النقطة دي، ان هو بيعاتبني علشان متضايق من حاجة، فلازم اسمعه. اول حاجة الاستماع بإنصات، بمعنى ان انا اسكت خالص، ما ردش، ما لحقوش في الكلام. والنقطة التانية ان انا وهو بيتكلم خلاص اسأله انت ليه حسيت بكده. النقطة التانية اسأله خلصت، يعني هو قاعد يتكلم كتير وغضبان وزعلان وعمال يزعق، طيب بعدين انا اسأله انت خلصت، يعني في حاجة تانية حابب تقولها. بسمع منه كويس جدا جدا الاول، وبعد كده انا في مخي برتب انا محتاجة اقول ايه. طبعا احنا مشكلتنا في ايه؟ ان هو لما بيجي اول ما الشخص او شريك الحياة بيتكلم في نقطة، بنيجي نلاقي نفسنا عمالين كل كلمة بيقولها بنرد وراها، بنرد عليها، عمالين نتكلم، ففي الاخر بتقلب بخناق فعلا، لان احنا مش عارفين نوصل لحل. طيب النقطة التانية ان انا خلاص سمعته وسألته انت ليه حسيت بكده، وسألته انت يعني خلصت. النقطة التانية بقى ان انا محتاجة لازم الشخص اللي قدامي احسسه باحتوائي للمشاعر بتاعته دي. مشاعر الغضب والحزن والضيق، كل ده مشاعر محتاجه ان انا احتويها. تخيلي كده لما تبقي انت قاعده غضبانه وزعلانه وعماله تزعقي وتعملي، ويجي زوجك يقول لك انت عندك حق، مش هتهدي؟ هتحسي ان انت فعلا انتصرتي، تحسي ان انت انا حد قدرني. فهي كده، لازم شريك الحياه لازم ان انا اقدره، ولازم احسسه ان انت حسيت فعلا بالمشاعر دي. طيب لو انا حسيت اني انا ما غلطتش، يعني انت فهمتني غلط، برضو في طريقة ان انا اقول له بيها الكلام كده من غير ما اقول له انت اصلا نكدي وانت او العكس، او اقول لها اصلا انت مش وراكي غير النكد وبوز وبتاع. لا، اهم حاجة ان انا اقول له انت عندك حق، ما ليك حق انك انت تحس بحاجة زي كده وتتضايق وتزعل، بس صدقني انا ما كانش قصدي ان انا ازعلك، ما كانش قصدي ان انا اضايقك. واتكلم معاه يعني احساس ان انت حقك تزعل، ولكن انا من حقي ان انا اتكلم وادافع عن نفسي. وهنا بقى هنيجي نتكلم في الدور التاني، لما انا اجي اتكلم كمحاور ان انا بقى اللي هقول اللي عندي. انا دلوقتي عندي مشكلة وانا زعلانة وغضبانة من شريك حياتي او شريكة حياتي. طيب عندي حاجة لازم اعملها الاول، اسأل نفسي هو انا عايز اعاتب علشان انتصر وانتقم لنفسي، ولا انا محتاج اعاتب علشان احل المشكلة؟ لان هنا إجابتي على السؤال ده هو اللي هتحدد طريقتي في التحاور أو العتاب مع الشخص التاني. طبعا إحنا أساتذة في قلب الترابيزة، أساتذة في الزعيق، أساتذة في الخناق، ولكن كل ده بيبقى تحت بند أنا عايز أنتصر لنفسي، أنا عايز أقلب على شريك حياتي عشان أقول له أنت بتعمل وأنت بتعمل وأنت بتعملي وأنت بتعملي، وفي النهاية ما بنوصلش لحل.
وده اللي بيخلي ان احنا برضو في النهاية بنتخانق تاني، مش بنتصالح او ان احنا الموضوع بيوصل معانا. طيب انا دلوقتي عندي مشكلة مع شريك حياتي او شريكة حياتي، فمحتاجة اول حاجة بعد ما اجاوب على نفسي على السؤال ده، انا محتاجة حل. خلاص محتاجة حل، يبقى انا محتاجة اول حاجة اخرج بره مشاعري السلبية، ابعد تماما ان انا اروح لشريك حياتي وانا غضبان، يعني ما بقاش لسه في عز المعمعه واروح اقول له انت وانت، او هو يزعق معاها او يقول لها انت وانت. اول نقطه بعد ما اخرج من المشاعر السلبيه اعمل اي حاجه بحبها، يعني اسيب البيت وانزل. في معظم الرجاله بيسيب البيت وينزل يقعد مع صحابه يرجع بقى كويس، وكتير تقول لي بيرجع كويس وعايز يتكلم كويس لا خلاص رجع كويس يبقى نبدا ان احنا نتحاور، مش لازم نتخانق، مش لازم ازعق، مش لازم يبقى راجع غضبان علشان نتعاتب. هو خرج بره مشاعره السلبيه، خلاص استغل الموقف واتكلم معاه. طيب النقطة الثانية، أنا خرجت بره مشاعري السلبية، النقطة الثانية بقى إن أنا أختار الوقت والمكان المناسب. ما تخانقش في أي وقت، وما تخانقش أو نتعاتب في أي مكان، لازم أختار الوقت والمكان المناسب. طيب النقطة الثالثة، أنا من حقي إن أنا أنتقد الشخص اللي قدامي، ولكن من حق الشخص اللي قدامي إن أنا أتكلم معاه بطريقة كويسة، أختار يعني أبقى مهتم بلغة الجسد عندي، وتون صوتي ما يبقاش عالي، علشان أقدر إن الشخص اللي قدامي يتكلم معايا ويرد بهدوء. النقطة الرابعة، لازم وأنا بتحاور معاه إن أنا مش أهاجم، يعني ما أدخلش أقول له أنت وأنت وهو لازم يزعق وأنت لا، لازم إن أنا الهجوم هيجيب هجوم، هيجيب دفاع، أنا عايزة أدافع عن نفسي، ما أنت كده بتحرك الإيجو عندها أو يتحرك الإيجو عندك، فبالتالي خلاص هيحصل مشكلة. فلا، انا محتاج دلوقتي ان انا اتكلم عن ايه، ازاي. اهم حاجه لما اجي اتكلم عن نفسي، انا حسيت بكذا، انا اتضايقت من كذا، انا الموقف ده اثر فيا بكذا، فاتكلمت عن نفسي، ما اتكلمتش عنه، فهو هيقدر ان هو يسمعني طول ما هو الموضوع بعيد عنه. النقطه الثانيه، ان انا لما اجي اتكلم واختار الجمل المختصره، ما افضلش بقى اجيب من سنين السنين، لا انا خلاص انا لازم ان انا اتكلم بالموقف اللي مضايقني علشان احل الموقف اللي مضايقني، مش احل من سنين السنين. تمام. النقطة اللي بعد كده، ان انا محتاجة ان انا اتكلم عن احتياجي واقول له انا محتاجة 1 2 3 4، ونحط نقط مشتركة، نبدأ ان احنا نلطف الجو، نحط قواعد وأسس نتكلم فيها، وبالتالي الموضوع هيعدي بأسلوب كويس جدا. طيب أنا جيت بتعاتب مع شريك حياتي ولقيته قلب الترابيزة وبيزعق وبيتخانق، فأنهي النقاش بأسلوب لطيف وأقول له خلاص لما تحس إن أنت هادي نبدأ إن احنا نتكلم تاني مع بعض، علشان أنا محتاج إن أنا أتكلم ونحل الموضوع. لو قادرين نحل الخلاف بشكل ودي، بشكل أنا وهو بس، خلاص مفيش مشكلة، دي حاجة كويسة. ولكن في أوقات كتيرة الموضوع بيتصاعد بطريقة يعني ملهاش حل غير إن أنا لازم أزور مستشار أسري وزواجي، ويعني ويفضل إن إحنا يعني ما ندخلش أطراف كتيرة، وأطراف كتيرة تعمل مشاكل أكبر. لا، إحنا نشوف حد متخصص، حد بيفهم، حد نتكلم معاه، ويا ريت يبقى في تعاون ما بين الأزواج في حاجة زي كده، لأن إحنا في الآخر للأسف بنلاقي إن الزوجة هي دايما اللي بتسعى، أو الزوج هو اللي بيسعى والطرف التاني ما بيرضاش إن هو يتواصل معاه. فلما يبقى في تواصل سوا مع حد متخصص، ده بيخلينا ان احنا نوصل لحل الخلاف بطريقة افضل. معاكم تغريد احسان، تابعوني على منصة رفيق.